للأسف حادث مؤلم جدا اللي شفناه ده، وقصته باختصار كالآتي: إن كان في سيدتين مسنتين بيحاولوا يعدوا الشارع في أكتر الشوارع الحيوية في القاهرة وهو شارع رمسيس. جم يستخدموا كوبري المشاة، ولكن هم سيدتين كبار في السن، المشاكل صحية ما بيقدروش يطلعوا السلم، فجم يستخدموا الأسانسير اللي المفروض لسه معمول جديد في كوبري المشاة، اللي هو مربوط الباب مربوط بحبل أو مقفول بطريقة ما معناه إن هو مش شغال، وهم ما عندهمش طريق ولازم يعدوا الشارع، فاضطروا اسفين ان هم يستخدموا الطريق، وهم ناس كبار في السن حركتهم على قدهم، فاضطروا يغامروا بحياتهم ويعدوا الطريق. وكانت النتيجة زي ما شفنا كده، ان الاتنين واحد جه طيرهم و... وللأسف الأستاذة نجوى توفت، والأستاذة حنان في المستشفى وحالتها مش أحسن حاجة، وعندها عدة كسور وحالتها الصحية يعني ربنا يشفيها. فهل يعقل ان شارع زحمه زي شارع رمسيس، وشارع حيوي جدا مزدحم جدا بيعدي فيه ملايين الناس كل يوم، الشارع اللي فيه محطه مصر، ما يبقاش فيه رادار يحدد سرعه الناس في الشارع الزحمه جدا ده عشان يخلي واحد في عز الظهر ماشي بسرعه جنونيه يطير اتنين؟ طب بلاش، دلوقتي القاهره كلها متراقبه بنظام كاميرات ونظام مراقبه جايب يعني مغطي معظم القاهره. هل لغايه دلوقتي الراجل اللي عمل كده ده ما ينفعش يتجاب؟ اللي طيرهم وما فكرش حتى يقف يشوف الجريمه اللي هو عملها يحاول يسعفهم تحت اي بند؟ هل ما ينفعش الراجل ده يتمسك بنظام المراقبه والكاميرات، ولا لازم الناس دي تكون تبع حد؟ على فكره الناس المسنين اللي في مصر دول حوالي 20%، يعني بتتكلم على فوق ال 20 مليون واحد ممكن يتعرضوا للموقف ده كل يوم. فجه الوقت بقى ان اللي بيعمل حاجه وبيعمل خدمه وعمل كوبري المشاة وليه اسانسير، الاسانسير ده يبقى شغال، يا اما يتحاسب. ما هو مش نعمل والسلام والناس تموت واسمنا عملنا اللي علينا، ما عملناش اللي علينا. ما نحطش رادارات تلم فلوس على طرق فاضيه بيعديش منها عربيات، وشارع رمسيس ولا شارع شبرا نسيبه من غير رادار، عشان الناس دي ذنبها في رقبه الناس اللي عامله الحاجات دي وما بتتحاسبش. ويا ريت احنا مستنيين بقى، ده مطالبه من هنا ان حق الناس اللي اتخبطت دي يجي عن طريق كاميرات اللي متركبه في الشوارع، ونشوف اللي خبطهم وجري ده الندل ده بيتحاسب.